ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ انا تقى رمضان قرب وكلنا بنحب نجهز له بحاجات جميلة زي الفوانيس والزينة واللبس الجديد. لكن تفتكروا لازم كل حاجة تكون جديدة ولا ممكن نستغل الحاجات القديمة ونعيد تدويرها بطريقة ذكية؟ النهاردة معانا قصة جديدة مع مريم وعروستها لولو اللي قررت تجهزها رمضان لكن بطريقة مختلفة جدا. يلا نبدأ القصة ونشوف عملت ايه. مريم ولولو والقفطان الرمضاني. في يوم من الأيام قبل رمضان بأسبوع كانت مريم قاعدة في أوضتها بتلعب مع عروستها لولو، وفجأة بصت على لولو وقالت: يا خبر، رمضان جاي ولسه لولو ملهاش قفطان زيي، ازاي كده؟ انا عايزه افكر لها في فكره. قعدت مريم تفكر في فكره وبعدين نطت من مكانها وفضلت تدور في البيت. لقت ايه؟ راحت على اوضه مامتها وفتحت الدرج، لقت فيه قماش احمر عليه نجوم صفرة، فخدت القماش وراحت للجده اللي كانت قاعده بتخيط حاجه على المكنه وقالت لها: يا جدتي، انا هستأذن والدتي في القماشة دي، لو مش محتاجاها هنعملها حاجة لولو حبيبتي، فممكن يا تيتا تساعديني نعمل قفطان للولو من القماشة دي؟ الجدة بصت بحماس وقالت لها: استأذني ماما في القماش وبعد كده يلا بينا نبدأ. يا سلام، فكرة جميلة يا مريم، بس استأذني ماما. راحت مريم استأذنت ماما في القماشة وجت على طول. قامت الجدة قالت لها: بس لازم نعمله من حاجات معاد تدويرها، مش نقص قماش جديد كده وخلاص. مريم حطت ايديها على خدها وفكرت، راحت على الدولاب وقعدت تدور لحد ما لقت تيشيرت قديم كان صغير عليها. جريت بسرعة لتيتا وقالت لها: طب ايه رأيك في ده؟ انا ما بقتش البسه يا تيتا، كنت بحبه قوي بس خلاص هو صغر عليا. تيتا فرحت وقالت: ماشي، تعالي نشتغل عليه، وكده كده مش هنخسر حاجة، هو حاجة قديمة عندنا ومش هنحتاجها تاني. مريم قعدت جنبها وبدأوا يقصوا القماش بحرص. الجدة علمت مريم ازاي تخيط بغرزة بسيطة وعشان ما تجرحش ايديها، ومريم كانت مبسوطة انها بتتعلم حاجة جديدة. بعد شوية كانوا خلصوا القفطان وكانت تحفة احمر في ذهبي، وعملت له حزام من شريط قديم عندها. مريم لبست للولو القفطان وبصت لها وقالت: يا جمالك يا لولو، بقيتي زي القمر كده وجاهزة خلاص لرمضان. وبالليل وهي نايمة سمعت صوت غريب في الأوضة، فتحت عينيها لقت نور صغير بيبرق عند القفطان بتاع لولو. ايه ده؟ وفجأة ظهرت جنية صغيرة بتضحك وقالت: أنا العفريتة الرمضانية، القفطان ده معمول بحب وإعادة تدوير جميلة، عشان كده أنا جيت أشكرك. رمضان كريم يا مريم. مريم فتحت بقها من الدهشة وفجأة: مريم، قومي يا حبيبتي، السحور جاهز. فتحت عينيها لقت نفسها في سريرها والقفطان لسه على لولو. ابتسمت وقالت: الله، كان حلم ولا الحقيقة. وتاني يوم صحيت مريم بدري وهي متحمسة تكمل تحضيرات رمضان. بصت على لولو اللي كانت قاعدة جنبها بالقفطان الجديد وابتسمت: ايه يا لولي، مستعدة نزين البيت بزينة رمضان زي ما جهزتك؟ عايزة اجهز بيتنا. جريت مريم على ماما في المطبخ وهي بتقول: ماما، ممكن نجيب ورق ملون عشان نعمل زينة رمضان؟ ماما ضحكت وقالت: طبعا يا حبيبتي، بس انتي هتعمليه لوحدك؟ هزت مريم راسها بحماس: أنا ولولو هنشتغل مع بعض. قعدت مريم على السفرة وجابت الورق الملون والمقص والصمغ، بدأت تقص الورق على شكل نجوم وهلال وفضلت تلزق بحرص شديد بالخيط عشان يطلعوا زي الزينة اللي بتشوفها في الشوارع. لكن فجأة لقت لولو وقعت على الأرض. مريم بسرعة شالتها وقالت: يا خبر يا لولي، انتي كويسة؟ شكلك تعبتي من الشغل.
قعدت تضحك وهي بتحطها جنبها على الكرسي وكملت شغلها. لما خلصت نادت ماما وبابا عشان يشوفوا الزينة. ماما بصت بانبهار: بجد يا مريم ما شاء الله عليكي، الزينة شكلها تحفة، انت شاطرة جدا، ما شاء الله عليكي في إعادة التدوير، انت متفوقة، أنا بجد فخورة بيكي. بابا كمان قعد يبص على الكفتان اللي مريم خيطته وقال: واو يا لولي، وكمان ملبسة لولي لبس رمضاني، ما شاء الله عليكم، كلكم جاهزين لرمضان. أنا مبسوط منك جدا يا مريم، كل ده عملتيه من إعادة التدوير؟ بالليل لما اتعلقت الزينة والفوانيس بمساعدة باباها، قعدت مريم جنب لولو وقالت: هو كده احنا جهزنا كل حاجة لرمضان ومستعدين إن رمضان يجي عشان نفرح بيه مع بعض؟ فضلت تبص على الفوانيس المنورة وحست بفرحة كبيرة، لأنها مش بس زينت البيت لكن كمان صنعت كل حاجة بنفسها، وصنعت ذكريات حلوة مع لولو اللي بقت جاهزة معاها لشهر رمضان. وفي نهاية القصة شفتوا يا أصحابي ازاي ممكن نحول كل حاجة حوالينا قديمة لحاجة جديدة من إعادة التدوير؟ مش بس بتحافظ على البيئة لكن كمان بتخلينا مبدعين ونشغل كل حاجة عندنا بدل ما نرميها. كل واحد فيكم ممكن يبص حواليه ويشوف أي حاجة يقدر يعيد تدويرها. وتحدي النهاردة ليكم هو إنكم تعملوا حاجة جديدة من حاجة قديمة عندكم، ممكن تيشيرت صغير، علبة فاضية، أو أي حاجة مش بتستخدموها وتحولوها لشيء مفيد. صوروا اللي عملتوه واحكوا لي في التعليقات وأنا هستنى أشوف إبداعكم. ولو عجبكم القصة ما تنسوش تعملوا لايك وتشاركوا في القناة عشان تشوفوا قصص أكتر عن إعادة التدوير. وأشوفكم الحلقة الجاية مع فكرة جديدة، وإياكم تنسوا الحلقة القادمة ممكن تبقى جديدة بأفكار بسيطة. رمضان كريم، باي.